من الحاجات الحلوة اللي ممكن تشوفها لما تلاقي مخرج بياخد قصة بسيطة زي ويلي وونكا ومصنع الشوكولاتة والحاجات الطفولية والكيوت جدا دي، ويحكي بيها قصة معقدة يتكلم فيها عن مشاكل أوروبا في القرن ال 18، العبودية، استعباد العمال، الجشع، الرأسمالية، فساد الكنيسة وطغيان الرأسمالية عليها، الرشاوي، الثورة الصناعية وتأثيرها على المجتمع، تفجر الصراعات الطبقية، ظهور طبقات أرستقراطية برجوازية وطبقات تانية فقيرة مطحونة مش لاقية تاكل. فيلم يتفرج عليه الأطفال يستمتعوا بالالوان اللي فيه والاغاني والشوكولاته وشخصيه ويلي وونكا الحماسيه والجميله اللي كل الاطفال بيحبوه، وفي نفس الوقت فيلم لما الكبار يتفرجوا عليه يلاقوا حاجات بتعبر عن واقعهم اللي عايشين فيه، بيرتبطوا معاها جدا لانها بتفكرهم بتجارب مشابهه هم عاشوها. كل ده في اطار سينمائي موسيقي خيالي، انتاج ضخم جدا. استوديوهات ورنر براذرز صرفه ميزانيه 125 مليون دولار. تقدر تشوف فعلا الصرف ده في المشاهد السينمائيه الكبيره ومواقع تصوير ضخمه وتجسيد حقيقي جدا للحقبه الزمنيه اللي بتدور فيها الاحداث. وكمان الفيلم نجح حقق ايرادات 634 مليون دولار. فيلم اعتمد بشكل كبير في التسويق على شخصيه ويلي وونكا، شخصيه مشهوره جدا ومحبوبه اتعلق بيها الاجيال اللي فاتت من خلال فيلم ويلي وونكا ومصنع الشوكولاته في السبعينات، وتعلق بيه جيل التسعينات من خلال فيلم تشارلي ومصنع الشوكولاته اللي ابدع فيه جوني ديب. كلنا حابين الفيلم ده وكان دايما لما بيتعرض على MBC 3 نقعد كلنا ونتفرج عليه. لكن فيلم وونكا الجديد بيركز اكتر على بدايات ويلي وونكا، ازاي اسس المصنع الفريد جدا من النوع ده ومنين عنده موهبه صنع الشوكولاته. بنشوف وونكا وهو بيسيب الارياف اللي جاي منها وبيقود رحله للمدينه، شاب فقير معهوش غير شويه فضه وقبعه مليئه بالاحلام. في البدايه وونكا بيكون متحمس جدا وساذج لانه مفكر ان اول ما يروح هناك هيبيع الشوكولاته بتاعته والحياه هتضحك له والدنيا سهله وكل وردي والناس هناك هيبقوا طيبين ولطاف زي الناس اللي في الارياف. بالفعل وونكا بيلاقي ترحيب كبير من الناس بالشوكولاته بتاعته اللي بتكون خياليه وملهاش مثيل، ولكن عالم البيزنس صعب، المنافسه شرسه. وونكا بيكتشف ان اكبر 3 مصنعين للشوكولاته في المدينه واللي كان واخدهم مثل اعلى في حياته محتكرين السوق تماما وما بيسمحوش لاي حد انه يصنع شوكولاته او يبيعها في المدينه كلها. ومش بس كده، وونكا لانه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب بيتعرض للاستغلال من مؤسسه سكرابت اند بليتشر اللي بيخلوه يمضي على عقد طويل عريض انه لو ما دفعش فلوس هيقعد طول عمره يشتغل عندهم بالسخره يغسل اطباق. مش بس وونكا اللي بيلاقي نفسه اتورط من غير ما يعرف، لكن بنتعرف على مجموعه من الشخصيات برضه تعرضت للاستغلال من المؤسسه دي وبقالها فتره طويله شغاله فيها بالسخره. وبالتالي وونكا بيخوض مغامرات بمساعده اصدقائه في انهم يهربوا من المؤسسه دي ويطلعوا يعملوا مصنع الشوكولاته اللي وونكا بيحلم بيه. بسبب التضييق من اصحاب مصانع الشوكولاته عليهم وخاصه بيدوا رشاوي للبوليس عشان يهددوهم، ابطالنا بيكتشفوا ان ال3 مصنعين دول متعاونين مع بعض بشكل سري لاحتكار الشوكولاته في المدينه بشكل غير شرعي. المعلومات السريه دي محفوظه في دفتر مخبيينه في خزنه سريه تحت الارض بداخل كنيسه يحكمها رجل دين فاسد و500 راهب مدمن على الشوكولاته. فبالتالي وونكا واصدقائه بيتعاونوا مع بعض في عمليه سطو بشكل كوميدي على الكنيسه عشان ياخدوا الدفتر ده ويسلموه للبوليس. تقدر تلاحظ الاسقاطات اللي الفيلم بيوجهها لو انت ركزت فيه شويه. ال3 مصنعين دول بيمثلوا الرأسمالية اللي بيتآمروا مع بعض عشان يحققوا مكاسب من ورا الدولة. رجل الدين الفاسد ده بيمثل الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا في القرن ال18 وال19 لما بيحدث تزاوج بين الرأسمالية والدين وبيتحول الأمر إلى فساد ورشاوي ومحدش صالح، كله بتاع مصالح. فكرة ال500 راهب المدمنين على الشوكولاتة دي بتوضح الجهل الموجود في الكنيسة، إن الكاهن يقول حاجة كله يسمع كلامه. أصبحوا مش بيعبدوا الإله بتاعهم لكن بيعبدوا الكنيسة. كمان تقدر تشوف الرشاوي اللي الرأسماليين بيدوها للشرطة عشان يكونوا جزء من منظومة الفساد الكبيرة اللي هم عاملينها. بنشوف ده بشكل واضح لما ضابط البوليس بيكون وزنه زاد جدا من كتر الشوكولاتة. وبرضه بنشوف الطبقية الاجتماعية الضخمة جدا لدرجة ان الناس بيدوروا على فضة مش لاقيينها، بينما الرأسماليين حاطين ميزانية الدولة كلها في جيبهم وبيرجعوا لما يسمعوا كلمة فقير. على الناحية التانية هتلاقي قلوب نقية جدا في شخصية وونكا واصحابه. وونكا نفسه يفتح مصنع الشوكولاته اللي كان حلم بسيط اتمنته امه اللي ماتت واللي نفسه يخلد ذكراها ويحقق لها حلمها. وباقي شخصياتنا اللي سابوا كل حاجه بحياتهم وقرروا فقط يساعدوا وونكا في تحقيق حلمه. حتى شخصيه أومبا لومبا اللي كان دايما بيسرق الشوكولاته من وونكا، ولكن بعد ما اتناقشوا مع بعض اصبحوا اعز اصدقاء للابد. فيلم جميل جدا ومؤثر، انصح بمشاهدته بكل تاكيد. لو لسه ما شفتوش لحد دلوقتي فانت فايتك جرعه سينمائيه جميله جدا وقصه مكتوبه بشكل حلو
ومتنفذة بشكل سينمائي وموسيقي مبهر. الاغاني في الفيلم والرقص والاستعراضات معمولة بشكل ساحر جدا عشان يعيشك التجربة كلها والمغامرات اللي شخصياتنا بيدخلوا فيها. لو مالكش في افلام الميوزيكال الفيلم ده ممكن يحببك في الميوزيكال. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعل النوتيفيكيشنز عشان يوصلك كل فيديو جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.